إريتريا يا جارة البحر ويا منارة الجنوب إريتريا يا درة البحر ويا منارة الجنوب. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. مشاهدي الأكارم، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. أهلا وسهلا ومرحبا بكم في برنامجكم الدائم قضايا إريتريا. بما أننا نحن في هذه الأيام في العشر من ذي الحجة، نتقدم إليكم بالتبريكات والتهنئات على أن بلغكم الله سبحانه وتعالى هذه العشر العظيمة التي أقسم الله عز وجل بها في كتابه العزيز في قوله سبحانه وتعالى: والفجر وليال عشر، والتي ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وقوله فيها: ما من أيام العمل الصالح فيهن أحب إلى الله من هذه الأيام. قالوا: ولا الجهاد في سبيل الله؟ قال: ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج بماله ونفسه ولم يرجع من ذلك بشيء. هذا الموضوع كان واجبا علينا أن نتحدث عنه مع شيخنا الدكتور حسن سلمان، حتى نناقش أهمية هذا الموضوع ومدى تقبل شعبنا الإريتري لهذه الأعمال الصالحة في هذه العشر، وما العادات وما التقاليد وما العلم المنتشر بشأن هذه العشر في إريتريا خاصة، وفي جميع مناطق تواجد الإريتريين عامة. بسم الله نبدأ. مرحبا بكم شيخ حسن. لا أريد أن أطيل في المقدمة، نفتتح جلستنا أولا بفضل هذه العشر، ثم نناقش الموضوع إن شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا ويوفق المشاهدين والمستمعين للاستفادة واستثمار هذه الأيام المباركات، هذه الأيام التي هي من أفضل أيام الله تبارك وتعالى، وذلك بشهادة رسول الله صلى الله عليه وسلم وبالدلالات كذلك التي وردت في كتاب الله سبحانه وتعالى، وقد قدمتم ببعضها. فآيات سورة الفجر التي أقسم الله سبحانه وتعالى تدل على أن إقسام الله سبحانه وتعالى بشيء يدل على عظمته، فالله لا يقسم إلا بعظيم، أو ينبه إلى عظمة الخلق أو عظمة المكان على كل في هذا الموضوع. فالله سبحانه وتعالى أقسم بالفجر وأقسم كذلك بالليالي العشر، والليالي العشر كما يقول المفسرون ومنهم ابن كثير عليه رحمة الله يقول: والصحيح أنها العشر الأول من ذي الحجة، وبالتالي هذه أقسم الله سبحانه وتعالى بها. الأمر الثاني أيضا هي أن هذه الأيام هي الأيام المعلومات التي أمر الله سبحانه وتعالى فيها كذلك بأن نذكر الله عز وجل في أيام معلومات. كذلك أشارت كذلك الحديث الذي ذكرتموه في بداية حديثكم، وهو أنه ما من أيام العمل فيها أفضل عند الله سبحانه وتعالى من هذه الأيام، أي الأيام العشر من ذي الحجة. وعندما نقول هذه الأيام ونشير إليها بالعشر، كذلك يجعلني ذلك أعود إلى نقطة مهمة جدا، وهي أن هنالك عشر في رمضان وهنالك عشر في ذي الحجة. العشر الأواخر من رمضان، وعلى الصحيح كذلك العشر الأواخر من أيام وأشهر الحج. الصحيح عند الجمهور أن هذه العشر هي الله سبحانه وتعالى عندما قال الحج أشهر معلومات، الإمام مالك قال هي شوال وذو القعدة وذو الحجة كاملا. الجمهور قالوا لا، تنتهي في العشر، وعشر من ذي الحجة، عشر من ذي الحجة. وبالتالي سبحان الله، كيف أن الله سبحانه وتعالى ختم لنا في رمضان بعشر، وختم لنا أيضا في أشهر الحج أيضا بعشر. كيف أن شعيرة الحج جعل ختامها بعشر أيام، وكيف شعيرة الصيام جعلها كذلك بعشر ليالي. وبالتالي سبحان الله هذه أيضا من الأفضال التي يعني هي على كل النفحات، وهي مواسم يعرضها الله سبحانه وتعالى لعباده،
ويتفضل بها على أمة النبي صلى الله عليه وسلم، هذه الأمة التي جاءت آخرا ولكنها إن شاء الله هي الأول في الفضل والأول في دخول الجنان والأول كذلك، وأعمارها كما هو معلوم أيضا محدودة، وبالتالي بارك الله سبحانه وتعالى. أيضا من أفضال هذه الأيام أنها يباشر فيها فريضة من فرائض الإسلام وهي الحج، ولكن تتميز كذلك أنها أيام يباشر فيها الأركان الخمس، ففيها الصلاة وفيها الصيام وفيها الحج مناسك الحج، وفيها يمكن أيضا أن تؤدى الصدقات والزكوات. وبالتالي أنت هنا في هذه الأيام أيام جامعة وأيام فاضلة بشهادة النبي عليه الصلاة. كذلك من فضل هذه الأيام أن في اليوم التاسع فيها أفضل أيام السنة وهي يوم عرفة، فيوم عرفة يقع في هذه العشر، وهذا اليوم من فضله أن النبي صلى الله عليه وسلم أشار بأن في هذا اليوم هو اليوم الغفران ويوم التجلي الإلهي، يعني الله سبحانه وتعالى ينظر إلى عباده فيغفر ما شاء، ويغفر أيضا في هذا اليوم من صام فيه، فإن ذلك فيه تكفير لسنة ماضية وسنة مقبلة. فأنت في فضل عظيم جدا أيضا يقع في هذا اليوم، وهو كما ذكرنا هو من أفضل أيام السنة، وهو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم الحج عرفة، فعرفة تعتبر مركزية الحج. إذن أيضا من الأيام كذلك في هذه العشر أيضا عندنا يوم النحر، ويوم النحر سبحان الله أيضا من أفضل أيام الله سبحانه وتعالى. يعني ربما يحصل التزاحم بينه وبين عرفة، لكن هذا اليوم يوم عظيم فيه طبعا عيد الأضحى، وفيه كذلك التقرب إلى الله سبحانه وتعالى بالدماء، وما من شيء أحب إلى الله في ذلك اليوم من أن تراق الدماء من أجل الله سبحانه وتعالى. فعلى كل هذه جملة كما يقولون من الأشياء التي تدل على أننا في أيام فيها من السمات وفيها من الخصائص وفيها من الأفضال ما لا يوجد في غيرها. ولعل هذا هو الذي أشار إليه النبي صلى الله عليه وسلم في قول إنما قيل له ولا الجهاد في سبيل، قال ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج بماله ونفسه ولم يعد منهما بشيء. وهذا إذا متقرر لدى الصحابة أن الجهاد أعظم من الأعمال طبعا وأشقها وأفضلها. نعم بدليل هذا الجهاد في سبيل الله. لو تعلقون على هذا. طبعا الجهاد في سبيل الله النبي صلى الله عليه وسلم أشار إلى أفضل الأعمال في قوله عليه الصلاة والسلام أي الأعمال أفضل؟ قال إيمان بالله ورسوله، قيل ثم قال الجهاد في سبيل الله، قيل ثم قال حج مبرور. نعم. والله أعلم هنا أشار النبي صلى الله عليه وسلم مع أن الجهاد هو فيه أحكام الوسائل وليس أحكام المقاصد، لكنه جعله كأنما حامل الإيمان وحامل الأعمال. فوجود الجهاد في منتصف الإيمان بالله والحج المبرور فيه أن حماية الدين كله عقائد وأعمال لا تكون إلا عبر هذه الشعيرة العظيمة، وقد ترتقي في بعض المقامات إلى أنها لا يزاحمها شيء، خاصة إذا تعينت وصارت فرضا من فروض الأعيان. جميل. طيب ذكرتم شيخ حسن فيما يتعلق بالأعمال الصالحة من الصلاة والصيام ومررتم عليها مرور، هل هناك أعمال أيضا صالحة ممكن نذكر بها المشاهدين؟ طبعا بالنسبة للأعمال، الأعمال حقيقة أشار النبي صلى الله عليه وسلم فيها كما يقولون النكرة في سياق العموم، يعني جاءت هكذا ما من يوم العمل فيه أحب إلى الله، فكل عمل يتم التقرب فيه إلى الله سبحانه وتعالى في هذه العشر، سواء كان من أعمال، يعني مثلا بالنسبة للحاج فأفضل الأعمال التي يتقرب بها في هذه الأيام هو أن يؤدي نسك الحج. نعم. بلا خلاف. وربما فيه أيضا إشارة إلى أن من يؤدي العمرة سواء كان متمتعا أو قارنا أو يؤدي الحج انفرادا أن يؤديها في هذه العشر فهو أفضل من أن يؤديها قبل ذلك. إن كان الحج طبعا معروف أنه هو يبدأ معنا من بداية شوال، فبعض الناس قد يتعجلون، لكن الذين يؤدونها في هذه العشر فإنها تقع موقعا عظيما بلا خلاف. النقطة الثانية أيضا عندنا موضوع الصلاة، وهنا عندما نتكلم عن الصلاة يعني لا نتكلم عن الصلاة الواجبة التي يؤديها الشخص كفرض كل يوم، لأن هذا يجب أن لا يتساهل فيه المسلم سواء كانت الأيام 10 أو لم تكن 10. يعني الحفاظ على الصلوات الخمس في اليوم والليلة هذا ليس محل
إشكال، ولكن بس من باب التذكير. لكن نقول على الإنسان أن يحرص في هذه العشر ألا يضيع فرضا من خارج، ألا يصليها جماعة. بعض الناس يصلي ولكن يتساهل في صلاة الجماعة. نقول في هذه العشر عليك أن تحرص قدر الإمكان إذا نادى المنادي أن تكون من أوائل الذين يتحركون إلى المسجد، ثم تحرص كذلك على النوافل من الصلوات. جميل. ونحن نتكلم عن نهار الأيام هذه، لأنه حتى أنبه الأيام العشر في رمضان هي تعني الليالي، والأيام العشر هنا تعني النهار وليس أيهما أفضل؟ طبعا أفضل الليالي في رمضان وأفضل النهار في عرفة، في ذي الحجة. فإذا قلنا أفضل الليالي نقول ليالي رمضان. وإذا قلنا أفضل الأيام فهي نهار ذي الحجة. فأنت الأيام هذه بالنهار، أبدأها هذا النهار من صلاة الفجر. جميل. أحرص قدر الإمكان أنك والله تؤدي فيها هذه، فعليك بالصلوات وخاصة النوافل التي نص عليها النبي صلى الله عليه وسلم، وأن تزيد في ذلك ما شاء الله لك. ثم أيضا ننبه إلى الصيام، وخاصة صيام يوم عرفة، فهو من أفضل أنواع الصيام. ولكن استحب كثير من العلماء أن يحرص الإنسان كذلك أن يكثر من الصيام في هذه الأيام، ولو صامها جميعا فلا حرج في ذلك كما نص عليه الإمام. هل ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه صامها؟ النبي صلى الله عليه وسلم كفعل لم يثبت عنه عليه الصلاة والسلام فيما أعلم، لكن سنيتها أخذوها من هذا من عموم النص، ما من عمل. فالصيام من الأعمال. إذا يجوز لنا أن نقول يجوز الصوم فيها، لكن لا نقول السنة. ممكن هذا هو أصوليا. أي. لأن السنة عندما نقول السنة على الأقل تكون من النبي مكررة. نعم. أن يكون ذلك تكرار من النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. وفق على الأقل مصطلحات وبعض أهل العلم ذكروا عن حفصة فيما رواه ابن حبان في صحيحه. نعم. وأظن كذلك ابن خزيمة أن النبي صلى الله عليه وسلم صام العشر هكذا. النبي صلى الله عليه وسلم صام العشر. نعم. على كل هو لكن يبدو حتى لو صامها لم تشتهر عنه كسنة. نعم. هذه هي. هذا الذي نريد. هذا هو يعني. وهذا لم يصل الأمر لدرجة إنه كافة الصحابة. بخلاف صوم يوم إيش؟ عرفة. عليك يوم عرفة نستطيع أن نقول سنة. لماذا؟ لأن النبي صامه وحرص على يعني وحث أمة عليه. نعم. لكن هنا أشار إليه بالعموم. فعلى كل نحن نقول وهذا فيه رحمة للأمة ولا كيف يا شيخ؟ بلا شك. لو نحن قلنا مثلا سنية الصيام العشر من ذي الحجة، نعم. لا شق ذلك عليك، خاصة في هذه الأيام. صحيح. شدة الحرارة وطول الساعات. صحيح. نعم. صحيح. هذه على كل يعني سبحان الله. النبي صلى الله عليه وسلم بعث رحمة للعالمين في كل شيء، وما من أمر كان يجد فيه صعوبة لأمته إلا كان أحيانا يخفيه، يعمل به في نفسه ولكن لا يعمل فيه للعامة حتى لا يفرض على أمته، كما كان حتى في قضية الصلاة التراويح قال أخشى أن تفرض على أمتي. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان رحيما بهذه الأمة، رؤوفا بها، يخشى عليها العنت، يخشى عليها المشقة. فالأمر الثالث الرابع بعد الصيام، نعم. أننا كذلك الصدقات. هذه الأيام جميل. الإنسان عليه إذا كان عليه زكاة أو غير، على كل هي من الأيام التي يجمع فيها الإنسان سبحان الله التعبد بأنواعه الثلاث: التعبد المالي المحض، التعبد البدني المحض، التعبد المشترك الذي يكون فيه مالا وبدنا. فأنت في هذه الأيام الحاج يجمع التعبد بشقيه من خلال الحج، فهو يعني يعبد الله ببدنه ويعبد الله بماله، لأنه هكذا فريضة الحج. لكن بالنسبة لغير الحاج عليه أن يجمع الأعمال البدنية من صلاة وصيام، ومعها كذلك الأعمال المالية سواء كانت زكوات أو كانت صدقات عادية. فعلى الإنسان أن يكون في هذه الأيام إن شاء الله أيضا هي أيام ذكر الله سبحانه وتعالى، ويكثر فيها الإنسان من الذكر، من تسبيح. ورد طبعا بعض الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أن الإنسان يسبح الله، يحمد الله، يكبر الله. هذا كنت أبحث عن حديث. نعم. فأكثروا فيهن من التسبيح. نعم. والتهليل والتحميد. وهنا ننبه يعني إلى أن الذكر كان هدي الصحابة رضوان الله عليهم في هذه الأيام أن يجهروا به. للأسف الشديد نحن طبعا الآن حتى من يعمل بذكر الله سبحانه وتعالى يعني تجد لا نحيي سنة التكبير وسنة التهليل وسنة التحميد أمام الناس مع الأسف. ربما الأسف يعني الناس تستحي أحيانا. لكن كان أبو هريرة وكان ابن عمر وكان عمر بن الخطاب رضي الله عنهم كانوا يكبرون. عمر بن الخطاب في منى وهو في خيمته كان يكبر فيكبر الناس بتكبيره. فهذه من الأشياء أيضا التي لا بد أن نحرص عليها.
وذكر الله سبحانه وتعالى من أفضل ما يتقرب به إلى الله سبحانه وتعالى. وعلى الإنسان أن يجمع في التنويع في الذكر تسبيحا وتحميدا وتكبيرا وتهليلا واستغفارا، وأن يلظ بهذا الجلال والإكرام، وأن يصلي على رسول الله صلى الله عليه وسلم. وعلى كلما أكثر من ذكر الله سبحانه وتعالى فهو موفق إن شاء الله. نعم، هذا هو نص الحديث في مسند الإمام أحمد رحمه الله تعالى عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من أيام أعظم عند الله ولا أحب إليه من العمل فيهن من هذه الأيام العشر، فأكثروا فيهن من التهليل والتكبير والتحميد. فشوف انظر أن صلى الله عليه وسلم خص من كافة العبادات إلى الذكر والذكر اللي هو التهليل والتكبير والتحميد. نعم. فهي أيام تكبير وأيام تهليل وأيام تحميد، وأفضل ذكر في يوم عرفة هو مسألة التهليل اللي هو لا إله إلا الله. طيب، كنا نريد أن نأتي حقيقة نخصص في هذا من ضمن الأعمال الصالحة. أنتم ذكرتم يوم عرفة. نعم، جزاكم الله خير. في يوم عرفة قال النبي صلى الله عليه وسلم: خير الدعاء دعاء يوم عرفة، وخير ما قلت أنا والنبيين من قبلي لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك وله الحمد ولا كل شيء قدير. نعم. ما مدى يعني أهمية التوحيد؟ لماذا النبي صلى الله عليه وسلم قال هذا هو أفضل الذكر؟ ما مدى أهمية التوحيد في مجال العمل الصالح؟ هل إيماننا واجتهادنا في رفع جانب الإيمان بالله، جانب التوحيد والبعد عن الإلحاد والبعد عن الشركيات، له يعتبر من الأعمال الصالحة في هذه الأيام أو لا؟ هو بلا شك أعظم ما يتقرب إلى الله به توحيده. فاعبدني وأقم الصلاة لذكري. الله. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. المفسرون قالوا يوحدون. فتوحيد الله سبحانه وتعالى أعظم ما تأتي به في الميزان يوم القيامة. أعد الآية: فاعبدني وأقم الصلاة لذكري. فاعبدني بمعنى وحدني. أول حاجة قال: إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني. الله. لاحظ بناها على إيه؟ بناها على أن المسألة قائمة على إنني أنا الله لا إله إلا أنا، أي لا معبود غير الله سبحانه، لا معبود إلا الله. ثم أمره بعد ذلك: فاعبدني وأقم الصلاة لذكري. طيب، من هنا ماذا توصل الشيخ حسن رسالة إلى شعبنا الإريتري الذي يعظم بعض الأولياء والصالحين ويتقرب بهم إلى الله ويقول إنما ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى، وهكذا يعني بهذا النص؟ نصيحتكم في هذا اليوم بالذات. هنا نبينا عليه الصلاة والسلام يقول: خير الدعاء دعاء يوم عرفة، وخير ما قلت أنا ونبينا من بعد لا إله إلا الله وحده لا شريك له. الحديث. وبينما نجد من شعبنا ومن آبائنا ومن أمهاتنا من لا يزال يقول شيخ عبد القادر الجيلاني، شيخ مزمل وشيخ إلى الآن. نعم. نصيحتكم؟ هو حقيقة الجهل يفعل الأفاعيل يعني للأسف الشديد، وكثير من الناس يتلفظ بلا إله إلا الله وقد يجهل مدلولها وقد يجهل معناها وقد يجهل حقيقتها. فنحن سبحان الله لو لاحظت الآن أعظم ذكر يذكر به الله في إريتريا هو لا إله إلا الله. آبائنا أجدادنا تجدهم سبحان الله يقومون من صلاة قبل صلاة الفجر ويمسك الواحد منهم في لا إله إلا الله. لا إله إلا الله. صحيح. ليت سبحان الله هذا المدلول العظيم الذي يكررونه ويتهجدون به ويقومون به يذهبون إلى عمق هذا المعنى اللي هو لا إله إلا الله، أنه لا أدعو إلا الله، لا أطيع إلا الله، لا أتحاكم إلا لله سبحانه وتعالى، لا محبة خالصة متجردة من كل شيء إلا لله سبحانه وتعالى، لا قصد ولا إرادة إلا لله سبحانه، لا طلب للولد ولا طلب إلا من الله سبحانه وتعالى، لا طلب للرزق إلا من الله سبحانه وتعالى، لا أحتاج بيني وبين الله إلى واسطة. نفس الوقت الذي تقوم فيه صلاة الفجر يسمعك الله تبارك وتعالى، وحتى وأنت أحيانا في الجبال وحدك فأنت تهلل الله سبحانه وتعالى وقد تكرر معك الجبال هذا المعنى العظيم لا إله إلا الله. عليك أن تتذكر، لست بحاجة إلى أن تذهب إلى شيخ ليكون لك وسيطا، أو تذهب إلى شيخ ليكون لك واسطة، أو والعياذ بالله تطلب من ذات الشيخ، وهذا طبعا شرك وكفر مخرج من الملة والعياذ بالله. لكن بعض الناس قد لا يعتقد هذا الاعتقاد، ولكنه يظن أنه إذا دعا الله سبحانه عند القبر أو كذا يكون هذا هذا أفضل. فهذه كلها من الأشياء حقيقة التي تخدش في التوحيد وقد تنقضه والعياذ بالله إذا ذهب الإنسان فيما يناقض عقيدة لا إله إلا الله. فنحن في هذا اليوم وفي هذه العشر نذكر قبل الصلاة وقبل الصيام وقبل الصدقات عليك أولا أن تجرد العبودية لله سبحانه وتعالى.
أحسنتم شيخ حسن. موضوع الخشية، موضوع التوكل، موضوع أن يكون الله حسبك، موضوع أن تطلب الرزق من الله. وأعظم برنامج يمكن قدم في رمضان فيها على وجه هذه المنصة كان موضوع أسماء الله سبحانه وتعالى. صحيح. فكيف أنت والله تجعل من أسماء الله هي الساحة التي تتوسع فيها في عبادة الله سبحانه، تعبده بهذه الأسماء. فأنت إذا أردت رزقا فاعبده بالرزاق، أردت وهكذا. فأنت على كل، فموضوع توحيد الله سبحانه وتعالى هو المدخل لكل هذه الأيام التي نحن. وأعظم مقصود للحج، يمكن أنا كتبت سبحان الله بحث مطول في موضوع مقاصد الحج. أعظم مقصود للحج موضوع التوحيد والتسليم لله. لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك. وكان المشركون يخرجون من هذه التلبية بعبارة بسيطة: لبيك لا شريك إلا شريكا هو لك. لاحظ، إلا تملكه وما ملك. تملكه وما ملك. ومع ذلك لا. فالله سبحانه وتعالى أراد للذين يقتدون برسول الله صلى الله عليه وسلم ويأتسون بإبراهيم عليه السلام، إبراهيم أبو التوحيد، وبالتالي المناسك مرتبطة معه، ونحن نستحضر إبراهيم دوما، نستحضره في كل خطوات الحج. فعلينا أعظم ما نستحضر فيه إبراهيم أن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يكن من المشركين، شاكرا لأنعمه اجتباه وهداه إلى صراط مستقيم. طيب شيخ حسن، أيضا ذكرتم ضمن الأعمال الصالحة النحر. فضل ذبيحة النحر، فضلها عند الله سبحانه وتعالى أولا، وما هي السنة حينما نجد أن النبي صلى الله عليه وسلم يعني يذبح هديه بيده الشريفة 63 بدنة، يذبحها بيده الشريفة صلى الله عليه وسلم، ويذبح أيضا كبشين أملحين أقرنين، يقول هذا عني وعن هذا عني وعن فقراء أمتي، والآخر عن أمة محمد صلى الله عليه وسلم. نعم. هذا الموضوع كثير من الناس قد يجهله شيخ حسن، لو توضح لنا أولا فضل الأضحية ثم كيفية السنة. كثير من الناس يعني يوكل الغير وتذبح في مكان ليس المكان الذي هو فيه، وكيف يكون مقصود الشارع إذا كان المقصود بالذبح عن بعد. لو توضح لنا في هذه النقطة. أحسنت. على كل، في موضوع النحر الله سبحانه وتعالى ذكر عبادة النحر في أكثر من آية من كتاب الله سبحانه وتعالى، منها قول الله سبحانه وتعالى: إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر، نعم، إن شانئك هو الأبتر. وقول الله تبارك وتعالى: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. فأنت في موضوع النحر أول شيء يجب أن تقتدي برسول الله صلى الله عليه وسلم في أنك تتعبد الله. جميل. تتعبد الله بهذا الأمر. للأسف الشديد كثير من الناس حولوا هذه العبادة العظيمة، عبادة النحر وإراقة الدماء، بقصد التعبد لله. يعني هذا المعنى لابد أن يكون. حولوه، يقول لك أفرح الأولاد، يقول لك والله ما أفضل من الهنا، ما ممكن الناس تذبح وأنا ما، فتظل المعنى التعبدي يضمر والمعنى بتاعت العادات يزداد. هذه إشكالية كبيرة جدا. ولذلك سبحان الله الفقهاء كانوا يشددون خوفا من أن تتحول هذه العبادة إلى عادة، كانوا يشددون في شروطها. منها مثلا المالكية كانوا يشددوا جدا في أن لا يستدين للأضحية. لماذا؟ يجب أن يراعى فيها مقصد إيه؟ مقصد التعبد. ومقصد التعبد مربوط بشنو؟ بالاستطاعة والقدرة. فأنت لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. طيب، فإذا قصد الإنسان الأضحية أول شيء عليه أن يتحرى من ماله الطيب، يعني لا يدخل في هذه الأضحية التي يريد أن يتقرب به الله سبحانه مالا حراما. فهذه أول واحد، أن يكون ماله، يكون المال الذي يشتري به أضحيته أن يكون مالا حلالا. الأمر الثاني أن تكون قربة لله سبحانه وتعالى. النقطة الثالثة من آدابها أن يكون هذا الشخص يباشر الذبح. كثير من الناس للأسف الشديد نتيجة المدنية الكثيرة إما يجيب شخص يذبح له، وإما أصلا لا يذبحها بنفسه ولا يحضر، مع أن النبي صلى الله عليه وسلم كان من هدي أنه تحضر حتى الأسرة، ترى الذبح وترى التقرب إلى الله سبحانه وتعالى. في جزئية ثالثة كانت ليست عامة، لكن بعض الناس تجده حتى يتأفف من قضية الذبح نفسها. أعوذ بالله. يعني كأنه التأثر بالحالة الغربية وكذا، دي إشكالات على كل إشكالات الحداثة، إشكالات كبيرة جدا. فتجده عنده مشكلة في أن يذبح، أو لولا أنه والله الشارع قال له لكن يقول لك أنا بس. هذه إشكالية أيضا من الإشكاليات. مع الله سبحانه وتعالى الذي خلق الكون والوجود كله
سخر لك السماوات، سخر لك الأرض، سخر لك عالم الحيوان، وقال لك في إطار عوالم الحيوان أنك والله أريدك هذا المخلوق الذي هو لي أن تذبحه وتتقرب وفيه ذكرى لإبراهيم عليه وفيه السلام. ذكرى لإبراهيم عليه السلام، بل فيه استحضار لمعنى عظيم جدا. تصور شيخ برهان لو أن الله سبحانه وتعالى سمح لإبراهيم أن يذبح إسماعيل ثم جعلت سنة بعد ذلك، إيش كان مصيرنا؟ أي واحد أليس هذا بالله أجدر بأن تستحضر نعمة الله هذه فقط، نعمة أن الله يريد بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. فهذا معنى أيضا من المعاني العظيمة جدا التي لا بد الإنسان أن يستحضر إن شاء الله هذا الأمر العظيم. كذلك أشار النبي صلى الله عليه وسلم بأن مع أول قطرة دم تراق من هذه الأضحية يغفر للإنسان سبحان الله، تغفر ذنوبه، ثم بعد ذلك لك من الحسنات بحسب عدد شعرها. لاحظ أنت الخروف الآن فيه كم من الشعر، فهذه كلها وعندما نقول حسنة فهذه طبعا في مقدار ميزان الله سبحانه وتعالى ليس السهل. في عند الترمذي عن عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما من عمل آدمي من عمل يوم النحر أحب إلى الله من إهراق الدم، إنه ليأتي يوم القيامة بقرونها وأشعارها وأظلافها، وإن الدم ليقع من الله بمكان قبل أن يقع من الأرض فطيبوا بها نفسا. الله أكبر. هذا الحديث أخرجه الإمام الترمذي وضعفه الألباني، لكن مجموعة من أهل العلم أيضا ذكروه. في قوله تعالى: لا ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن ينال التقوى منكم. تعليقكم شيخ حسن؟ يا سلام. هنا طبعا مسألة مهمة جدا أن الله سبحانه وتعالى في ما يجري في يوم النحر الذين سيأكلون هذه الأضاحي والهدي هم الناس. لكن ما مراد الله سبحانه وتعالى من ذلك؟ مراده أن نحصل من خلال هذا الهدي ومن خلال هذه الأضحية أن نحقق معنى تقوى الله سبحانه وتعالى. يا سلام. أن نحقق هذا المعنى. أما قضية اللحوم وقضية هذه كلها سنأكلها نحن وليس هنالك حظ لله فيها إلا أننا نتقي الله تبارك وتعالى. فهذا المعنى هو الذي ينبغي أن يكون مستحضر. سبحان الله، معنى التقوى حاضر حتى في هذا النوع من مما نراه من النسك، من أنواع النسك التي تكون. بعض الناس في بلادنا يضحي بالدجاج، وقد وجدت إحدى الأخوات نعم تقول لي: ما عندي ما أهريق به دما عبادة لله عز وجل إلا الدجاج. نعم. نعم. فذبحتها أمامي. نعم. أو أمرتنا نذبحها. تعليقكم حول هذا يا شيخ حسن؟ نعم. طبعا بالنسبة لمسألة الأضحية وموضوع الهدي بشكل عام حدد أن يكون ذلك من بهيمة الأنعام، وبهيمة الأنعام هي إما الأغنام من ماعز وضأن، وإما الأبقار، وإما الإبل. هي هذه تقريبا التي يكون فيها الأضاحي. وأما المسلم الفقير الذي لا يجد ما يذبح فقد ضحى عنه النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا مرفوع عن الناس الحرج إن شاء الله في أن لا يجدوا حرجا في أن لا يذبحون، فقد يكفي ذبيحة رسول الله صلى الله عليه وسلم لأمته إلى يوم القيامة. فبالتالي لا تكلف هذه المرأة أو غيرها، لا يكلف الإنسان نفسه في أنه والله لا بد أن يبحث أي شكل من أشكال الدم فيهريقه في هذا اليوم. لا بد إما أن يكون غنما أو يكون ضأنا أو يكون يعني إما ماعز أو ضأن أو من الأبقار. البقرة يشترك فيها 7، والبدن أيضا الإبل يشترك فيها 7. طبعا شيخ حسن، شعيرة الأضحية في بلادنا شعيرة حاضرة. نعم صحيح، حاضرة، وكل البيوت وكل القبائل تذبح. نعم حقيقة. لكن فيما يتعلق سنية توزيع الأضحية، نعم، لو تذكرون أن أولا السنة، وهل هذه مطبقة في بلادنا أو لا؟ نعم. بالنسبة للأضحية تقسم إلى 3. نعم. وهو أن الإنسان يأكل بعضها، نعم، ويدخر بعضها، نعم، ويتصدق ببعضها، أو يهدي. نعم، يعني يهديه بعض. على كل، بعض الذين نعرفهم في بعض المناطق هذا موجود، يعني الشخص عندما يذبح مباشرة يأخذ لحم من هنا ويعطي جاره، يهدي لجاره، وجاره أيضا يهديه، وهكذا. هذه المسألة سبحان الله علينا أن لا ننظر إلى الجانب الظاهري فيها. الجانب الظاهري فيها إنه والله أنت عنده لحم وليش تعطيه لحم، لكن الجانب الجوهري فيها التآخي والترابط في هذا. يا سلام.
يعني هذا معنى لابد أن نراعيه. يعني عندما يعني النبي صلى الله عليه وسلم عندما يقول والله إذا كان الشخص منا مثلا عمل له شوربة مثلا فليذق منها جاره. نعم. لاحظ يا هذا. عائشة إذا طبخت مرقة أيوة. فأكثري ماءها وتعاهدي جيرانك. الله أكبر. انظر إلى هذا المعنى العظيم، إنه كيف أحرص قدر الإمكان جارك يذوق مما عندك، خاصة أن المرق نعم. يعني ينتشر رائحته حتى يصل إلى مسافات بعيدة. فقد يكون هنالك من اشتهى. إيه. قد يكون هنالك من اشتهى. فهذه المعاني للأسف الشديد في ظل الحداثة، في ظل الشقق المغلقة. شوف هذا الدين حتى هذه الأشياء البسيطة يرعاها. طبعا جبر الخواطر. شوف جبر الخواطر. قضية رائحة. نعم سبحان الله. أعطيه. نعم. دين عظيم. فهذه سبحان الله أيضا سبحان في جانب آخر قد يكون شخص سبحان الله ذابح من الضأن شيء ضعيف، واحد جاره ما شاء الله ذابح شيء سمين. نعم. فيتبادلوا. أو واحد ذابح بقر والثاني فينوع. نعم. فهذه كلها سبحان الله موضوع. ثم أيضا فيها موضوع الادخار، وهو أن الإنسان أيضا قد يضع شيئا منها لمستقبل أيامه. تربية الأبناء حينما يرون آبائهم يذبحون هذه القربات إلى الله عز وجل، ماذا يحدث لهم في نفسهم؟ هو بلا شك يعني استحضار العائلة واستحضار الأطفال ورؤيتهم لهذا المشهد، وخصوصا إشعار بأن هذا مما يتعبد الله سبحانه وتعالى به، فإن ذلك مما يؤثر في تربية الأطفال وتربية الأسرة بشكل عام، والاقتداء بعد ذلك بهذا الأب الذي يعني قام ونفذ هذا الفعل بنفسه وأشهدهم. ويمكن على كل إذا كان خشي بعض الأطفال لحظة خروج الروح يمكن أن تأتي بهم بعد أن تذبح ويشاهدون على كل أضحيتهم. فهذه من الأشياء. وبعضهم سبحان الله يعمل شيء قد يكون جميل أيضا، وهو أن يشتري الأضحية قبل أيام فتظل موجودة في البيت 7-8 أيام، الأطفال يستمتعون برؤيتها وكذا. فهذه أيضا من المعاني سبحان الله الجميلة جدا ربما يقوم بها كثير من الناس. الآن طبعا نتيجة الغرف المغلقة برضو الناس قاعد تحاول تخلي الأضحية في مكانه، لكن لا زال في تقديري في بعض البلدان كما هو مثلا في إريتريا في السودان بعض البلدان الأفريقية لا، هذا السلوك موجود، إنه الإنسان يأتي بالأضحية قبل أيام وتأكل وتشرب، والأطفال يكون عرفوا أن أضحيتهم قد وصلت وهكذا. هذا أيضا تقديم الأضحية خارج البلد، وخصوصا مثل غزة الآن، أهل غزة بحاجة ماسة. نعم. ماذا تقول في هذا يا شيخ حسن؟ على كل موضوع نقل الأضحية للبلدان التي تكون فيها حاجة، هذا بلا شك أنه يعني عمل مبرور وعمل جميل، وفيه نوع من التكافل، فيه نوع من التضامن، وخصوصا في البلدان أحيانا التي لا يذبح فيها أو لا يسمح فيها بالذبح كما هو في بعض البلدان الأوروبية، يمنعون الناس من مسألة الذبح نتيجة لبعض القوانين التي عندهم، فيضطر المسلم إلى أنه يحمل أو يرسل أضحيته إلى مناطق أخرى. وهذا على كل نحن نقول يراعى فيها الحاجة، وتراعى فيها كذلك القرابة قدر الإمكان، وتراعى فيها كذلك أنه لا يريد أن يتهرب من الدفع مثلا أنه والله في البلد الآخر أرخص، لا، لأنه عليه أن يخرجها كما هي عنده على الأقل لتكون إن شاء الله بنفس الوضع هناك. فخاصة الآن أهل غزة كما تفضلت يعني قد يكونون بحاجة ماسة إلى كثير مما يحتاجونه في هذه الأيام، سواء تم تعليبها وتم ذبحها وخزنت لهم بعد ذلك، أو استطاع الناس أن يدخلوها إليهم، فكل ذلك إن شاء الله من الأشياء التي يطلب فعلها في هذه الأيام. طيب، هل للشخص أن يضحي بأكثر من كبش أو بأكثر من أضحية؟ هو على كل ما يسقط عنه السنة هي واحدة. واحد. ما يسقط عنه السنة هي واحد، لكن أن يريد أن يتصدق فيذبح اليوم الأول ويذبح اليوم الثاني والثالث إلى الأيام هذه كلها، أراد أن يذبح من باب التصدق والتقرب إلى الله فله ذلك. لا، من باب الأضحية نفسها أيضا. لا، الأضحية لا أعلم والله، لا أعلم. أكثر من واحدة. الأضحية يعني تسقط بالواحدة. تسقط بالواحدة. لا يمكن أن تكون يعني عدة أضاحي مثلا، هي تسقط من حيث الوجوب يعني إذا قلنا لكن نعم. كون الذي يعني يضحي أيضا بنية الأضحية كبش كبشين 3 بنية الأضحية. الله أعلم. العدد من جزاك الله بارك الله فيك. سلمك الله. مشاهدينا الأكارم، كنا في حديث ماتع مع شيخنا وأستاذنا الدكتور حسن سلمان حول فضل هذه العشر من ذي الحجة.
خلاصة القول فيها أن نوصي أنفسنا وإياكم بالاجتهاد في هذه الأيام بالأعمال الصالحة قدر المستطاع، والتركيز بالأكثر فيما وجهنا إليه النبي صلى الله عليه وسلم من التهليل ومن التسبيح والتهليل والتحميد، هكذا جاء عنه عليه الصلاة والسلام، وهذا هو معناه الذكر لله سبحانه وتعالى. وفقني الله وإياكم لكل خير. هذا أخوكم برهان يحييكم حتى ألقاكم في الأسبوع القادم على خير إن شاء الله. استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إريتريا يا جارة البحر ويا منارة الجنوب، إريتريا يا درة البحر ويا منارة الجنوب. من أجل